السلام عليكم. اليوم عنا فكرة كتير حلوة، أنا مأكدة إنكم حتعملوها. بداية عندي كوبين من المي، رح حطهم مباشرة على النار. بس يسخنوا بدي نزل نصف كوب من السكر وطب صغيرة من ماء الزهر، وبدي نزل عليهم مباشرة كوب ونصف من جبنة الموزاريلا. بحركهم كتير منيح. بس تبلش عند الجبن تدوب بنزل عليهم كوب من السميد الناعمة أو سميد الفرخة يلي بنعمل فيها البسبوسة، ونبلش نحرك لحتى عندي السميدة تمتص كل المي. وهون مثل ما شايفين اتشكلت عندي عجينة مليانة بالجبنة. تحريك مستمر مثل ما شايفين لحتى تنشف كل المي. بس تنشف ميتها بنتقل فيها وبحطها على جنب. رح اتركها شوي لحتى تبرد. بهيدا الوقت عندي نصف لتر من الحليب، رح ضيف عليه 4 ملاعق كبار من النشا ونصف كوب من السكر، ورح نبلش نحرك ورح انتقل فيهم على النار لحتى يشتد عند المزيج. هون أنا بكون عملت المهلبية أو القشطة الكذابة. شفتوا كيف صارت عندي تبقبق؟ بس تصير هيك بتصير جاهزة. رح حطها على جنب، رح ارجع جهز من جديد. بس هيدي المرة بدي لتر من الحليب، رح انتقل فيهم على النار. مجرد ما انه يسخنوا عندي وحط اصبعتي فيهم وما اقدر اني اتحمل الحرارة، بنزل عليهم نصف كوب من الخل الابيض. هلأ رح يقطع معنا الحليب. ملاحظة كتير مهمة لكل ستات البيوت، أنا استخدمت الحليب البودرة بهيدي الوصفة. شوفوا شو صار عندي، قطع كل الحليب وبين المصل. هلأ بصفيهم بهيدي الطريقة وبنطر المي لحتى تنزل كلياتها منهم. بصير بعصرهم، بحط ملعقة عليهم وبعصرهم. وبس اتأكد انه صفيوا من المي بحطهم مباشرة فوق المهلبية او القشطة الكذابة اللي انا جهزتها وبخلطهم. هون انا شو بكون عملت؟ بكون عملت القشطة البلدية لكافة الحلويات العربية. هيك احبائي بتتحضر القشطة البلدية. منحط لها القشطة الكذابة مع قريش الحليب، بتطلع عندي القشطة البلدية. رح اتركها على جنب لحتى تبرد. بهيدا الوقت بدي جهز العجينة. بدي حط اول شي نايلون غذائي بهيدي الطريقة على طاولة العمل، وبدي حط عندي العجينة. اليوم رح نعمل حلاوة الجبن. هيدي حلاوة الجبن مشهورة كتير بسوريا وكمان مشهورة عنا. اليوم حبيت اني اقدم لكم اياها بطريقة كتير بسيطة ومن دون تعقيدات نهائيا. بلشت مدة بهيدي الطريقة لعجينة حلاوة الجبن. طبعا مثل ما شفتوا حطيت ورق زبدة من فوق لأقدر اني مدة. وهيدي عندي القشطة البلدية. شوفوا هالقشطة ما شاء الله كيف طالعة غير شكل. هون بعد ما بردت شفتوا هيدي القشطة منشتريها كتير غالي. ليش بدنا نشتريها غالية ونحن قادرين نعملها بقلب البيت بطريقة كتير بسيطة وبحليب البودرة؟ رح نشيل ورق الزبدة، رح قص هيدي الميلة. ضروري أحبائي وقت بدنا نشتغل بالعجينة تكون العجينة دافية، بس تبرد بتكسر معنا وما منقدر نحتفظ بهيدي العجينة بالبراد.
يعني إذا فكرتوا نعمل كمية كبيرة ونحطها بالبرد مش رح تزبط. مفروض إنه نعملها ونبلش نشتغل فيها ونلفها. هون حطيت القشطة البلدية بهيدي الطريقة. في ناس بيستخدموا القشطة اللي بتيجي جاهزة علب، هيدا الموضوع اختياري، فيكن أكيد تعملوها، بس حبيت إني أعملها على الأصول. بلشت مد القشطة بهيدي الطريقة مثل ما شايفين. هيك بتنعمل بأفخم محلات الحلو وكتير غالية. حلاوة الجبن وقت نطلبها بالقشطة البلدية. أكيد بالقشطة العادية اللي هي المهلبية بتكون أرخص، وفيكن تعملوها بالمهلبية أو القشطة الكذابة بنفس الطريقة، بس أنا حبيت إني أعمل على الأصول مثل ما قلت لكم، وضفت لها القريش لحتى تصير عندي بجودة عالية. هون مثل ما شفتوا بلشنا نقص، وهون تشكلت عندي أحبائي حلاوة الجبن المحشية بالقشطة. شو رأيكم؟ بنفس الطريقة رح أرجع من جديد حط القشطة هلأ. في ناس حيقولولي إنه منروح منشتريها جاهزة أرخص لنا. لا أبدا، بالعكس، إذا جبتوا أنتو كيس حليب بودرة وعملتوا كل شي عايدكم بالبيت رح تعملوا كميات كتير كبيرة بقلب البيت، غير ما تجيبوا كيلو من حلاوة الجبن وتدفعوا حقه كتير غالي. لا، اعملوا مثلي، جيبوا حليب البودرة واعملوا بنفس الطريقة، صدقوني حيطلعوا كتير طيبين وأطيب بمليون مرة وقت نشتريهم جاهزين. وهون عندي مثل ما شايفين عملت 3 قطع كبار، وبدي بلش هلأ بالقص. أحبائي، إذا بعدكن مستمرين معي لهلأ خبروني حضراتكن من أي بلد عم بتشوفوا هيدا الفيديو. هيدا الموضوع بيسعدني جدا. وإذا كنتوا جداد وبعدكن ما اشتركتوا اشتركوا بكبس كلمة اشتراك أسفل الفيديو مع تفعيل الجرس الأحمر. بهيدي الطريقة بتكونوا اشتركتوا بالقناة، ويا أهلا وسهلا فيكن. كل الإشعارات كل الفيديوهات الحلوة رح توصلكن. وهون عندي حلاوة الجبن صارت جاهزة، وأكيد بدنا نحط عليها الفستق الحلبي، وأكيد ما مننسى بدنا نعمل القطر أو الشربات. رح حط 1.5 كوب من السكر وكوب 1 من المي. أنا هون عملت القطر بكمية قليلة، وبس تغلي بنعصر عليها ليمون حامض وبنتركها لحتى تغلي كتير منيح. وبعد ما تغلي عندي المي لمدة 10 دقايق بنحط عليها شوي صغير من ماء الزهر. وهون أكيد برد عندي الشربات أو القطر وقدمناهن بهيدي الطريقة. وهيدي عندي حلاوة الجبن صارت بين دايكن. بتمنى تجربوها للطريقة بسرعة. عملوا شير لكل الأصحاب إذا حبيتوا فكرة اليوم، إذا حسيتوها كتير سهلة، عن جد بتستحق إنه توصل لكل العالم. أنا هلأ بدي ودعكن، رح أشتاق لكم للفيديو القادم. بوسات كتير كبيرة لكم، إلى اللقاء.